تخيل فريق مغربي صحصح فجأة وقال بنجيب لاعب من بوليفيا، والناس كلها لحظة وش؟ الوداد أعلن رسمياً تعاقده مع صانع الألعاب البوليفي راميرو فاكا، وبالطريقة اللي تحسها بداية فيلم أكشن كروي. يا هلا والله، خبر اليوم يخليك تقول انتظر، بوليفيا؟ والوداد؟ إي نعم، رسمياً الوداد الرياضي أعلن أنه خلص إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب البوليفي راميرو فاكا. شتاء ميركاتو شغال، والوداد يدور القطعة اللي تكمل البازل، وفجأة يطلع اسم راميرو فاكا. اللاعب عمره 26 سنة ويلعب وسط هجومي، يعني إذا الكرة ضاعت هو اللي يلقطها ويحولها لقطة في ثانيتين. بس انتظر، لا تستعجل، مو أي لاعب وخلاص. فاكا يعتبر من الركائز في منتخب بوليفيا، وعنده تجربة احترافية متنوعة. تألق مع ذا سترونجست في بوليفيا، وبعدها راح جرب أوروبا في بلجيكا مع برشكوت. يعني الرجال شايف ملاعب، مو جاي يتفرج. والآن نجي للتفاصيل اللي تخليك تفتح فمك. العقد مع الوداد مدته 3 مواسم ونص، ومعاه بند يخلي التجديد لموسم إضافي ممكن. 3 سنوات ونص، يعني مو نجرب شهرين ونشوف، لا، هذا مشروع كامل. والنادي بعد رحب فيه رسمياً، وقال واثقين إنه بيكون إضافة نوعية بسبب إمكانياته التقنية والبدنية. وختموا برسالة نار: حمل قميص الوداد شرف وتبليله واجب. يعني يا فاكا، الجمهور ما يبي كلام، يبي عرق. والحين السؤال اللي يخلي الكل يقول لا، معقول؟ هل راميرو فاكا بيصير مفتاح الوداد في النص، ولا بيكون مجرد اسم حلو في الورق؟ بس لحظة، إذا الوداد جاب صانع ألعاب بهذه المواصفات، وش ناوي يسوي في المباراة الجاية؟ تابعونا بكرة، لأن اللي جاي ممكن يكون أقوى. ولا تنسون الاشتراك، أبغاكم تكونون أول ناس يعرفون قبل الكل.